يلا بينا نعمل محشي النهارده، محشي كرنب. نحمر بصلتين حلوين كبار ما شاء الله، نديهم اللون الذهبي. عندي الطماطم بتاعتي انا مسبكه وحاطاها في الفريزر، اخلي كيسين محترمين واحطهم على طول على البصل لحد ما يفك. بس كده كده هي مسبكه. احط مقدار الرز بتاعي على حسب الورق اللي عندي بتاع الكرنب. طبعا جوزي محضر الكرنبه، لما صحيت لقيتها تمام نعمل محشي كرنب النهارده. الخضره بتاعتي الجميله قطعتها، طبعا انا حاطه ملح وتوابل وكمون وفلفل وكزبره، وعندي بهارات. بلف المحشي بتاعي، وبعد كده هبتدي ان انا احط عليه الشوربه بتاعتي المقدار المظبوط بالظبط. انا بحب اعمل الصوابع صغننه، ما بحبش الصوابع الكبيره، يبقى شكله ومنظرها جميل جدا. ابتدي انا اسقش الشوربه بتاعتي، وهز كده الحله عشان خاطر اتاكد ان كله الشوربه نزلت لتحت وكله شرب الشوربه. وبعد كده اجيب طبق تقيل يكون صيني كده عشان اضغط على المحشي عشان ما يفكش، واغطيه واسيبه يستوي. ما شاء الله بصوا شكله طالع ازاي، مرصوص الرصه بتاعته تمام. بغرفه، يلا نكب على طول كده في الطبق، مش لازم نشكل اشكال. إيه طبعا الريحه جميله. يوم المحشي ده بيبقى يوم مميز جدا. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا، رمضان كريم. السلام عليكم.